فيتامين بي من جهات مناعي. خلينا نحاربوا الامراض. قلنا هي صحه جيده. فيتامين دي علاش ندير فيتامين دي؟ علاش ندير فيتامين دي؟ فيتامين دي ويقوي العظام ويثبت الكالسيوم في العظام، يخلي العظام ديالنا صحه. قلنا منتوجات البحثيه كامله فيها 4 عناصر غذائيه: اوميغا 3، بروتينات، املاح معدنيه، فيتامينات. شكون يقول لي العناصر الغذائيه اللي كاينه في الحوت؟ أوميغا 3 بروتينات أملاح معدنية والفيتامينات. أوميغا 3 بروتينات أملاح معدنية وفيتامينات. أوميغا 3 بروتينات فيتامينات أملاح معدنية. أوميغا 3 أملاح معدنية فيتامينات. أوميغا 3 بروتينات أملاح معدنية فيتامينات. أوميغا 3 بروتينات أملاح معدنية وفيتامينات. أوميغا 3 بروتينات أملاح معدنية وفيتامينات. أوميغا 3 بروتينات أملاح معدنية وفيتامينات. أوميغا 3 بروتينات فيتامينات أملاح معدنية. اوميغا 3 بروتينات املاح معدنيه وفيتامينات كيعطيونا الصحة الذكاء والحيوية. خاصنا نحترموا الشروط باش نستافدوا المزايا اللي كاين في الحوت. كل ما نوضعوا على الشروط كيف كتاكلوا الحوت، كيف كطيبوه. ليه؟ طاجين، مشوي، سلطة. اها. شكون كياكل الحوت مقلي؟ اللي كياكل الحوت مقلي على يده. مزيان. الحوت كيف خصو يتكال؟ يا مشوي يا فران، لا انا نقول يا مشوي يا فران يا طاجين يا كفته. خصو شي تقله. تتقلى الحوت عشان منه الاوميغا 3 الفيتامينات مع الوقت عمرض الامراض القلب والشرايين وامراض سرطانيه. يعني خصنا نتجنبوه ما امكن قليل السمن. الشرط الاول باش نستخدم المزايا اللي كاين في الحوت تجنب قليل السمن. الشرط الثاني باش يجينا الحوت الحي. شنو خصنا نعملو؟ قبل ما نغسلو هو باقي كيعوم في البحر، قبل ما نصطادوه خصنا يجينا الحوت الحي. ما خصوش يكون ملون، يعني خصنا نحافظوا على النظافه الشواطئ. عندنا 2 شروط باش نستخدموا مزايا الحوت: تجنب قلي السمك والمحافظه على النظافه الشواطئ. شكون يعاود لي هاد الشروط؟ المحافظة على الشواطئ ونظافة البحر. تجنب تجنب قلي السمك. تجنب قلي السمك والمحافظه على نظافه الشواطئ. تجنب قلي السمك والمحافظة على ماء البحر. محافظة على الشواطئ. تجنب قلي السمك والمحافظة على نظافة البحر. تجنب قلي السمك والمحافظة على الشواطئ. تجنب قلي السمك والمحافظة على الشواطئ. مزيان. إذا اخترنا هاد الشروط باش نكبروا مزيان نقاوموا الأمراض عيطنا الحيوية والأداء. داش نشوفهم في فرنسا كرواسون. شنو هي كرواسون بالعربية؟ ديانات الصحة. ريزيستونس ومالادي مقاومة الأمراض. انتيليجنس فيتاليتي حيوية. مزيان. كما كيوصلنا احصائيات اقتصادية باش نبقاو بصحة جيدة خصنا ناكل الخيط على الأقل 2 مرات في السيمانة. شحال مرة عندنا في الحوت؟ 2 مرات في السيمانة. على الأقل. السيمانة فيها 7 أيام. يومين ناكلو الحوت، 5 أيام شحال ناكلو؟ خصيمين. حاجة شحال هي؟ الخضر.
خضار خضار، فواكه قطنيات، لحوم، دجاج، زنيات ماشي ماكلة، شحال باقي؟ طعام سكسو، عدس، حمص، غناكلو أطعمة صحية متنوعة، ناكلو اللحوم، الدجاج، البيض، الخضر ما ناكلوش دائما بطاطا، ننوعو في الخضر، الفواكه حتى ننوعو فيها، ناكلو القطنيات، الحبوب، نوعو باش ناكلو قلنا أطعمة صحية متنوعة، ناكلو الحوت على الأقل 2 مرات في السيمانة، خصنا نمارسو حتى الرياضة، رياضة مفيدة جيد الصباح باش نبقاو بصحة جيدة. شنو خصنا نعملو؟ متنوع صحي متنوع. ناخذ ناكلو السمك مرتين في الأسبوع على الأقل، تناول أطعمة صحية متنوعة، نمارسو الرياضة، عدم قليل السمك والمحافظة على نظافة الشواطئ. هذه باش نستافدو من هيئة الحوت باش نبقاو بصحة جيدة. خصنا ناكلو الحوت على الأقل 2 مرات في السيمانة، ناكلو أطعمة صحية متنوعة ونمارسو الرياضة. صافي نشوفوهم؟ ما عندي شي سؤال. إلا كلينا الحوت أكثر من يوم واش غادي يقدر يفيدنا ولا ما يقدرش يفيدنا؟ لا طبعا يفيد، والحوت نقدر ناكل نهار مزيان حتى غير فوائد، ما عندوش شي أضرار. شكون آخر عنده شي سؤال؟ ناخذ يومين على الأقل، 2 مرات في الأسبوع على الأقل، زعما 3 4 مرات في الأسبوع مزيان. علاش ما نقدروش ناكلو الحوت مقلي؟ قلنا الحوت مقلي ماشي مزيان، تقلينا الحوت الزيت كيسخن بزاف، الدهنيات اللي كاين اوميغا 3 اللي كتكون في الحوت مع الزيت كيطلقوا مواد سامه، كيمشيو الفيتامينات، مع الوقت غتبقى امراض قلب الشرايين وامراض سرطانيه. يعني من الاحسن نجنبوا قليل السمك، اذا شويناه ولا طيبناه في قران ولا طاجين كيصدق له مزايا الفيتا كامله وما كيمرضناش مع الوقت. ما عندكش سؤال؟ صافي مزيان. انا بغيتكم هادشي توصلوه للاسره ديالكم والاصدقاء ديالكم باش نتوما يستافدوا بحالكم. شنو خصنا نقولوا لهم؟ ما ياكلوش الحوت، ياكلوا 2 مرات في السيمانة على الأقل، الرياضه، تناول أطعمة متنوعة، شنو اخر بقى؟ نحافظوا على الشواطئ. مزيان نحافظوا على الشواطئ. أطفال صغار أول حاجة غديروا الشقة حارة، علاش؟ حيت أول حاجة أنا مريح تما ونتوما متبعين الدرس، ما بقيتوش كتشوفوا فيه وكتضحكوا، هذه أول حاجة. عرفتي؟ أول حاجة قلت لكم نساوني أنايا نساوني أنا نبقاو مع الأستاذ، ودابا عندنا الأسئلة كاينة هنايا، كل واحد غيجبد ورقة وستيلو، اللي ما عندوش ورقة وستيلو كيمشي عنده و نعم نقول نشوفوا ولا أصناف المنتوجات البحرية. السمك، الرأسيات، الأرجل، القشريات والصدفيات. أش علاش غتجي على فضالك شنو هما الشروط باش نبقاو بصحة جيدة؟ المحافظة على الشواطئ، تجنب قليل السمك، الشروط باش نبقاو بصحة جيدة. الرياضة،
تجاوب هي، اذا ما جاوبتش نعاود نعطيك فرصه اخرى. مارس الرياضه، ناكلوا حتى اقل من مره في السيمانه، ناكلوا ست باقي كلمه واحده. ست انت اصلا جاوبتي والو. مزيان يلا نزيد. نوعو باين. أكل الأسماك وشوفوا الأرض. يلا نزيد اجي. شنو هو الشروط باش نستافدوا؟ مازال يكتب. تجنب قلي السمك، محافظة على الشواطئ. جاوب. اجي. زين. شنو هو العناصر التي نعم أستاذ احنا كنصوروا. سمعوا سمعوني مزيان. اسمعوا الأستاذة، اسمعوا الأستاذة، احنا نساونا هذول الموت، نساو نسمعوا الأستاذة ديالكم. شنو هما العناصر الغذائية كاينة في السمك؟ أوميغا 3 أملاح معدنية وبروتينات وفيتامينات. مزيان. أجي. كنتي لاصقة. صور ما وصل. اه السد